السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كويزين بسومة. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. نبداو الفيديو ديالنا كيف العاده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم اقتراحات للغوتي او للفطور كيجيو اكثر من رائعين، كيتحضروا في وقت سريع جدا، يعني للضيوف الغفله اولا حتى لوليداتكم، والاهم انهم كيجيو لذاذ بزاف. فتبعوا معايا الفيديو للاخير باش تعرفوا على المقادير ديال هاد الوصفات هادو، ايضا على طريقه التحضير ديالهم. ما تنساوش لايك والبارطاج للفيديو، ونبداو على بركه الله. بسم الله. بالنسبه للعجين غادي نحتاج 3 الكؤوس ديال دقيق الفرص وكاس ديال دقيق الفينو. غادي نمزجهم مع بعض، ثم غادي نضيف شويه ديال الملح كافي باش غادي نملح العجين، وكيس من خميره الحلويات، ثم غادي نضيف بيضه والصفار غادي نخليه جانبا للدهن. غادي نخلي معاه واحد شويه ديال البياض، يعني داك صفار بيضه خليت معاه واحد شويه ديال البياض، وغادي نضيف 2 المعالق كبار ديال الخل، ثم غادي نجمع بالماء دافئ. الا كان الجو سخون ممكن تستعملوا غير الماء بارد. صافي كنجمع العجين مزيان وكندلكها واحد شويه، وغادي نخليها ترتاح. قد ما خليتوها ترتاح قد ما كتعطينا نتيجه رائعه جدا. يعني العجين دلكوها مزيان او لا خليوها ترتاح مده طويله، يعني اقل مده ممكن تخليوها ساعه فما فوق. ممكن ايضا حتى تبيتوها، ولكن بيتوها في الثلاجه في بلاستيك بطبيعه الحال. هنا غادي ندهن العجين بشويه ديال الزيت، وغادي نديرها في البلاستيك ونخليها ترتاح على ما نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه غنديروا حشوه اقتصاديه جدا. غنحتاج فيها الجزر اللي محكوك في الحكاكه الغليظه، البصله انا استعملت البصله الخضاريه، عندي ايضا الفلفل الالوان، غندير شويه ديال الملح، شويه ديال زيت المائده، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وشويه ديال السودانيه. يعني هادشي اللي غندير في التوابل فقط. ثم غادي نمزج الخضر مزيان، غنديرهم على نار عاليه باش هاد الخضر كتنشف من الماء ديالها وكتبخر داك الماء، وفي نفس الوقت كتبقى الخضره محافظه على ديك القرمشه ديالها، يعني ما بغيناش تذوب وما تبقاش هكذا باينه. هنا نجيب 2 المكعبات ديال الشعريه ديال الارز، وغادي نرطبهم هكذا في الماء غليان ونخليهم هكذا يترطبوا. غادي نصفيهم ونقطعهم. هنا غادي نرجع الحشوه ديالي اللي درتها على نار عاليه. كيف كتلاحظوا كتطلق الماء بهذا الشكل هذا. ضروري هذا الماء خصو ينشف تماما باش المسيمنات ديالنا ما يتعجلوش لنا من الداخل ويجيونا مقرمشين. يعني خاص الحشوه تكون ناشفه من الماء، في نفس الوقت ايضا كنخليوها تبرد مزيان عاد كنديروها في العجين هادو باش العجين ديالنا كتبقى مقرمشه وما كتجيناش معجنه من الداخل. هنا من بعد ما الحشوه نشفت مزيان من الماء، بقات غير داك الزويته ديالها. صافي درت الطون اللي مصفيه من الزيت، ودرت ايضا الشعريه ديال الارز اللي صفيتها من الماء وقطعتها. صافي وغادي نخلط مزيان، وغادي ندير شويه ديال الصلصه ديال الصوجه. وهاد المكونات كنخليهم هكذا غير واحد دقيقه تقريبا هكذا فوق نار عاليه، باش الا كان شي قطيرات ديال الماء باقين في الشعريه اولا في شي مكون يعني كينشفوا بسرعه. صافي غادي نخلط وغادي نحيدهم من على النار، وغادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي مقطعين كنديروهم مع اخر حاجه باش كتبقى ديك النكهه ديالهم باينه. صافي وغادي نخلي الحشوه تبرد مزيان. ضروري الحشوه خصها تبرد تماما باش ما تقطعش لينا العجين، وايضا خصها كنأكد انكم خليوها حتى تنشف من الماء يعني على نار عاليه. صافي هذا الشيء اللي بغيت نقول بالنسبه للحشوه. هنا غادي نرجعوا للعجين. كتكون العجين ديالنا هكذا ارتاحت مزيان ولات مطاطيه بهذا الشكل هذا. غادي نقطعها العشرات ديال الكويرات. نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديال المسيمنات ديالكم قداش بغيتوه. ممكن ايضا ديرهم اصغر من هذا الحجم اللي غادي ندير انا، يعني ممكن تقسموا الكويرات ديالكم او العجين 12 كويره. انا غندير غير 10، يعني غادي نقسم العجين نصفين، كل نصف غادي ناخذ منه 5 ديال القطع. وإلا بانت شي قطعه كبيره من الاخرى كنقسمها ونزيدها للقطع اللي كتبان لي صغيره هكذا حتى كنشكل الكويرات. كنحاول نقد الملمس ديال الكويرات ديالي ونحطهم جانبا. حصلت على 10 ديال الكويرات، غادي ندهنهم بالزيت وغادي نغطيهم بالبلاستيك نخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. ثم غادي نمروا نحضروا الخلطه اللي غادي نعوضوا بها الزبده، خلطه اللي كتعطينا واحد التوريق رائع جدا. هنا غادي نحتاج نصف كاس ديال زيت المائده، غادي نضيف عليه 4 المعالق ديال النشا. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على النشا اللي كنستعمل، فانا كنستعمل النشا ديال العبار، يعني غالبا كنستعمل ديال العبار، يعني كيتقام اقتصادي. كناخذ نصف كيلو اولا كيلو كيبقى عندي كنبقى نستعملو بزاف. هنا درت 4 المعالق كبار ديال النشا على داك نصف كاس ديال الزيت. هذه هي الكميه اللي غادي تكفاني في هاد العجين، يعني تكفاني في التوراق كامل. صافي خلطت الخليط، وغنحتاج ايضا الزيت ديال التحميره.
بالنسبه للزيت ديال التحميره سبق لي وقلت لكم كيفاش كنحضروا. يعني كناخذ هكذا واحد القرعه كندير فيها زيت المائده، كندير عليها هكذا شويه ديال التحميره وكنحتفظ بداك الزيت في الثلاجه. كنبقى كنورق به المملحات، يعني التحميره كتهبط لتحت، كنبقى نستعمل غير داك الزيت. بالنسبه لهاد الزيت ديال التحميره الا ما متوفرش عندكم اولا ما بغيتوش ديروه، ممكن ديروا غير زيت المائده العادي. كنجيب اول كويره كنورقها اولا كنبسطها بالاستعانه بالزيت فقط في الاول، يعني داك الزيت ديال التحميره. ثم كنرش داك الخليط ديال النشا والزيت، عاد كنطوي العجين على شكل مسمنه، يعني الطريقه العاديه ديال المسمن. كنأكد العجين ورقوها مزيان حتى كيبان لكم سطح العمل بهذا الشكل هذا، يعني ضروري العجين تولي شفافه وركزوا على الجوانب. عاد كندير الخليط ديال الزيت والنشا ثم كنطويها على شكل ظرف. كنأكد في الاول فاش كنورق راه كنورق غير بالزيت ديال التحميره، وممكن نتوما تورقوا بالزيت العادي. عاد كندير الزيت اللي فيه النشا او الخلطه ديال الزيت والنشا، هذيك هي اللي كنديروا في الاخير بحال درنا الزبده. غادي نستمر حتى غادي نكمل الكميه كامله، يعني 10 الكويرات كاملين غندير لهم نفس العمليه بهذا الشكل هذا، ونشكلهم على شكل مسمنات ونحطهم جانبا. كنمسح سطح العمل من الزيت، يعني الفائض ديال الزيت اللي كيكون. كنجيب اول مسمنه جمعت اولا طويت صافي، وكنبدا كنبسط فيها بهذا الشكل هذا. كنركز على الجوانب اكثر من الوسط، يعني الوسط كنبسطو غير شويه والجوانب كنبسطوهم مزيان بهذا الشكل هذا. ثم كنجيب الحشوه اللي كتكون بردات تماما، كنأكد على المساله هذه كتكون بردات مزيان. كناخذ واحد الكميه مهمه من الحشوه وكنجمع عليها العجين بهذا الشكل هذا، يعني كنجيب دوك الطرفين في الاول بهذا الشكل هذا ثم كنجمع بهذا الشكل، يعني طريقه جد سهله. وكنقلب المسمنه على هذا الشكل، يعني هذه الجهه اللي كانت الفوق هي اللي غنديرها في الاسفل على الصفيحه، وتكون ملامسه للصفيحه او الورق الطهي، ولا الجهه اللي كانت الفوق هي اللي تحت عفوا هي اللي غتكون الفوق. كنتمنى تكون المساله واضحه. غادي نورق معكم هنا كيف كتلاحظوا. كنعاود نبسط المسمنات بهذا الشكل هذا، كنركزوا على الجوانب اكثر من الوسط. ثم كنجيب الحشوه كنديرها هكذا في الوسط ديال كل مسمنه بهذا الشكل هذا. صدقوني هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، خاصه الا درتوها بنفس المكونات اللي درت وبنفس التوابل، يعني ما تكثروش التوابل، ديروا غير هذا الشيء اللي درت انا هنا. كيف كتلاحظوا كناخذ هاد الطرفين، كنأكد ان دوك الاطراف كيكونوا رقاقين، راني حاولت نوريهم لكم كيكونوا رقاق بهذا الشكل هذا. وكنبدا كنجمع فيهم على هذا الشكل، وهاد الجهه اللي كتكون الفوق هي اللي كنديرها في التحت، يعني كتولي هي اللي في التحت اولا هي اللي فوق ورق الطبخ. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل الكميه كامله. وكنجيب صفيحه اللي مفرشه على ورق الزبده وغادي نحطهم هكذا بهذا الشكل هذا، يعني كتكون الجهه اللي كانت الفوق هي اللي درتها في التحت، والجهه اللي كانت التحت هي اللي كاينه الفوق. وفي هذا الاثناء كنكون مشعله الفران كيسخن مزيان. جبت دابا داك صفار البيض اللي كنت عزلت في الاول اللي معاه واحد شويه ديال بياض البيض، درت عليه واحد شويه ديال صلصه الصوجه وكنخلط مزيان. ثم كندهن الوجه بهذا الشكل هذا، وكنجيب سكين اللي كيكون حاد وغادي نبدا كنفلح في الوجه ديال اولا كنشرط هكذا الوجه ديال هاد المسيمنات. فكنحاول نشرط هكذا غير طبقه للفوق، يعني ماشي ضروري نقطعوا العجين حتى تبان الحشوه. وفي هذا الاثناء كنأكد ان الفران كيكون مشعلينه على نار عاليه باش كيسخن مزيان. صافي من بعد ما غادي نشرط هكذا الوجه بهذا الشكل، ضروري تستعملوا سكين اللي يكون رقيق وحاد اولا استعملوا غازواغ. صافي وغادي نجيب نرش عفوا الوجه بشويه ديال الزنجلان ابيض شويه ديال البافو، وغادي ندخل المسيمنات للفرن. بالنسبه للطريقه ديال الطهي مهمه جدا، خاصكم تتبعوها كيف ما هي باش تحصلوا على نفس النتيجه وما يضيعش لكم المجهود كامل اللي درتو، وتحصلوا على نفس القرمشه اللي غادي تسمعوا في الفيديو. الفران كنشعلوه على نار عاليه، النار من الاسفل. كنخليو الفران حتى كيسخن مزيان. بعد ما كيسخن كندخلوا ليه الصفيحه في الرف اللي في الوسط وكنخليو نار عاليه. كنأكد على المساله هذه واحد 5 ديال الدقائق او لا اقل من 5 دقائق، غير على ما كيتشمعوا لينا هاد المسمنات، يعني مباشره ما كيبان لنا تشمعوا اولا العجين تشمعات. كنقصوا النار مزيان وكنخليو المسمن كيطيب على خاطرو حتى كيتقرمش وكيذهب اللون ديالو. عاد كنشعلوا ليه الفوق باش كيذهب بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجته. كيجي مورق، كيجي مقرمش، كيجي لذيذ بزاف وكيجي في نفس الوقت هشيش، يعني ديك الخلطه ديال الزبده وعفوا ديال الزيت والنشا كتعطينا واحد التوريق رائع، وايضا كتعطي واحد الهشاشه زوينه بزاف لهاد المسمنات. وفي نفس الوقت راه ما كيجيش المذاق ديال النشا باين نهائيا، لان المسمنات رطبوا على خاطرهم في الفران، يعني داك المذاق ديال النشا ما كيجيش باين نهائيا، خصو يطيب على خاطرو. هذا هو الشكل النهائي ديالهم.
هنا زينتهم بواحد الوريقات هكذا ديال المعدنوس، ممكن تزينوهم بفرماج اولا ديروا المعدنوس مقطع اولا السيبوليت لكم الاختيار. وغادي نسمعكم القرمشه ما شاء الله كيف كتجي، كيجيو مقرمشين وفي نفس الوقت هشاش ولذاذ بزاف. اما الحشوه صراحه رائعه جدا. يعني نحاول ما نتكلمش في هذا المقطع هذا باش تسمعوا القرمشه مزيان. وكانوا هادو هما المسيمنات ديال الفران، كيجيو رائعين بزاف. متاكده الا جربتوهم غادي يوليو معتمدين عندكم. نمروا مباشره لتحضير الوصفه المواليه. بسم الله على بركه الله. في واحد لوبول غادي ندير حبه كامله ديال البيض، والبيضه الثانيه غادي ناخذ منها الصفار غادي نستعملوه في العجين، والبياض غادي نخليه للدهن. يعني غادي نحتاج في العجين بيضه وبياض، عفوا بيضه وصفار بيضه. كيف كتلاحظوا زلت البياض نحطو جانبا، والصفار غادي نضيفو في لوبول على البيضه الاولى. ثم غادي نضيف رشه ديال الملح، كاس لاروب ديال السكر سنيده قياسات بكاس العنبه، وكيس ديال السكر فانيلا للتنسيم. ممكن ايضا نسمو حتى بالقشور ديال الحامض، كيجيو رائعين بزاف هاد الحلوه هادي. صافي غادي نخلط المكونات كاملين مزيان حتى كيذوب داك السكر مع البيض، يعني ما كيبقاش الحبيبات ديال السكر باينين، وكيتفتح اللون ديال الخليط. بعد ما كنحصلوا على هاد النتيجه هادي غادي نضيف هنا نصف كاس ديال زيت المائده، قياسات بنفس الكاس. صافي وكنعاود نخلط مره اخرى حتى كينسجموا المكونات. ثم غادي نضيف كاس لاروب ديال عصير البرتقال، انا استعملت المندرين. صافي غادي نخلط مزيان. ثم غادي نضيف نصف كاس من الكوك اولا جوز الهند. اختاروا الكوك نوعيه جيده، يعني يكون الكوك ميدب باش ما ينشفش لكم الحلوى. صافي كنخلط مزيان. ثم غادي نحتاج دقيق الفينو، ماشي السميده رقيقه وانما دقيق الفينو اللي بهذا الشكل هذا. يعني في بعض الدول كيسميوه سميد ناعم جدا، ولكن حنا في المغرب كنسميوه دقيق الفينو. صافي غادي نبدا نضيف فيه بالتدريج، وانا كنخلط. في الاول غادي نستعمل غير الفوي. بالنسبه للكميه ديال دقيق الفينو اللي غادي ندخل بالضبط هي 3 ديال الكؤوس ديال العنبه، كيعادلوا 360 غرام. كل كاس كيوزن كيعادل 120 غرام، يعني المجموع عندي 360 غرام من دقيق الفينو. صافي غادي نبدا غنضيف هنا عفوا كيس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام. ثم غادي نضيف الكميه اللي تبقات ليا ديال دقيق الفينو. غادي نبدا نعجن في الخليط بيدي، يعني هكذا ماشي مشكل. هاد العجين غير تلكوها هكذا ومعكوها بيديكم، يعني ماشي بحال الحلويات الاخرى اللي ما خصهاش تدلك. فكندلكها بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للعجين واخا تشوفوها مرخوفه بهذا الشكل، فدقيق الفينو كيزيد يتشرب، يعني ما تضيفوش الدقيق، فقط خلطوا مزيان بهذا الشكل. وغادي نخليوها تشرب واحد شويه على ما نحضروا الخليط اللي غادي نحتاجو في التزيين. غنخليها تشرب على ما نحضروا الخلطه اللي نحتاجو في التزيين. وبالنسبه لهاد الخلطه ديال التزيين كتبقى اختياريه، غادي نعطيكم باش ممكن تعوضوها. انا فقط كتعجبني بزاف لهذا غادي نديرها. كتجي مقرمشه من الفوق. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الزبده كتعادل 30 غرام، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده كتعادل 20 غرام. وغادي نحتاج 40 غرام ديال الكاوكاو اللي طحنته بالقشره ديالو، محمر مطحون بالقشره ديالو. كاوكاو بلدي، انا استعملت البلدي، ممكن تستعملوا العادي. وغادي نحتاج ايضا 40 غرام ديال الدقيق الابيض ولا دقيق الحلويات. بالنسبه لهذا الدقيق هذا القياس بالملعقه 2 ملاعق كبار. بالنسبه لهاد الخلطه هذه كتبقى اختياريه، يعني الا بغيتوش تستعملوا الزبده نهائيا يعني في الحلوى، يعني انا استعملتها فقط في التزيين. الا بغيتوش ديروها نهائيا ممكن تستغنوا على هذه الخلطه وتعوضوها بالكاوكاو مهرمش او اللوز مهرمش، يعني لكم الاختيار. فانا لان هذه الخلطه كتعجبني بزاف، هذه الطبقه هكذا كتجي مقرمشه، كنستعملها حتى في لي بريوش ديالي كتجي رائعه بزاف، لهذا درتها. نتوما ما بغيتوش تستعملوا الزبده نهائيا ديروا الكاوكاو مهرمش بالقشره ديالو اولا بدون قشره.
بالنسبه لديك الخليط خلطته مزيان هكذا بيدي كيف لاحظتوا معايا حتى كيتبسس مزيان وكيولي هكذا بحال الشكل ديال السميده الغليظه اولا بحال الكسكسو تقريبا. صافي هنا غادي نرجع الخليط. راه وريتكم القوام ديالو كيف كيكون يعني كيزيد يتشرب من بعد ما خليناه ارتاح على ما حضرنا هذه الخلطه. وبالنسبه للتزيين هنا خديت بياض البيض هكذا خفقته واحد شويه باش كيتطلق صافي. وكنبدا كندهن يدي بشويه ديال الزيت المائده وكنبدا كنشكل في الكويرات بهذا الشكل هذا. كندير الوجه في بياض البيض وكندوزو في داك الخلطه اللي حضرنا اولا داك الخليط ديال التزيين. فكندير غير الوجه ديال الغريبه اولا ديال الحلوى. اذا كانت العجين كتلتصق فدهنوا بالزيت كيف كندهن انا دابا. وغادي نحط في صفيحه اللي مفرشه على ورق الزبده. ولو ان الشكل ديالهم بالكم ما مقادش دابا غنوريكم واحد التقنيه باش تحصلوا على الشكل ديال الغريبه مقاد ومفيني يعني بلا ما تحتاجوا تبقاو تقادوا بيديكم لان العجين كيف كنعرفوا كتكون هكذا مرخوفه شويه يعني صعيب نتحكموا في الشكل مزيان. الشكل ما كيجيش مخسر نهائيا ولكن غير باش نحصلوا عليه مفيني مزيان غنوريكم كيفاش ديروا ليه. هنا كنحاول نبعد بيناتهم واحد شويه لانه كيضاعف الحجم ديالهم في الفرن. وغادي نجيب هاد السليفه الصغيره هادي اولا استعملوا كاس يكون صغير صافي. وكنبدا كندير هاد العمليه بهذا الشكل هذا يعني كتخلي الغريبه كتجي هكذا دايره ومقاده يعني كان شي بلاصه معوجه كتقاد. عمليه جد بسيطه وسهله وكتعطينا نتيجه رائعه جدا. بالنسبه للفرن في هذه الاثناء انا مشعلاه كيسخن مزيان ضروري كنشعلو كيسخن يعني بحال المبدا ديال الغريبه يعني كنشعلو الفران من قبل كيسخن وكيكون النار من الفوق ومن التحت يعني منهم بجوج. هنا غادي نثبت في الوجه ديال الغريبه هاد الكاوكاو مفسخ. ممكن ديروا لوز ممكن ما ديروا حتى شي حاجه يعني تخليو غير هكاك صافي. غادي ندخلها الفران النار كيف قلت لكم من الفوق ومن التحت راه ما كتعطلش في الفران نهائيا دغيا كطيب تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه الماكسيموم يعني ما كتعداش 15 دقيقه. والنار كتكون متوسطه يعني ما كتكونش مهيله بزاف وفي نفس الوقت ما كتكونش عاليه باش ما كتخطفش لينا في الطياب. الحلوه كيف قلت لكم ما كتعطلش في الفران باش كتبقى هكذا طريه ما كتجيش ناشفه بحال المبدا ديال الغريبه ديال الكوكو سميد وديال ايضا الحرشه يعني الحريشات نفس المبدا يعني ما كيتعطلوش بزاف في الفران باش ما كتجيش الحلوه ناشفه صافي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه كتجي بهذا الشكل هذا كتجي اكثر من رائعه كتجي لذيذه بزاف المذاق رائع جدا والشكل اكثر من رائع. ضروري غادي نحل معكم وشوفوا ما شاء الله كيف كتجي من الداخل كتجي هشيشه كتذوب ذوبان. وكان هذا هو الشكل ديالها من الداخل. نمر مباشره لتحضير الوصفه المواليه. اول حاجه غادي نبداو بها كيف العاده كنجيب مول اللي دهنته بالزبده وغادي نلبسو بالدقيق وغادي نديرو في المجمد باش الكيك ما كيلصقش فيه. بالنسبه للقياس ديال المول فيه 30 على 25 صافي. هنا من بعد ما لبست المول بالدقيق غادي نديرو في المجمد. وهنا غادي نجيب بول اللي ضروري البول باش تطلعوا فيه البيض ويطلع البيض مزيان خاص لو بول يكون ناشف من الماء يعني ما يكونش فيه حتى شي قطره ديال الماء. هنا درت 3 ديال الحبات ديال البيض اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف عليهم كيس من السكر فانيلا وغادي نضيف عليهم 12 ملعقه من السكر سنيده. 12 ملعقه كنعبرهم بهذا الشكل هذا 12 ملعقه ممسوحين كنأكد انهم يكونوا ممسوحين مزيان بهذا الشكل هذا يعني ما يكونوش عامرين اولا بومبي. عبرنا 12 ملعقه كاملين عبرتهم بهذه الطريقه هذه في هذا الكاس. بالنسبه للسكر ممكن تنقصوا الكميه ديال السكر الا بغيتوا تنقصوها بطبيعه الحال. صافي هنا ضفت السكر وضفت رشه ديال الملح وغادي نطرب هذا البيض والسكر مزيان حتى كيضاعف الحجم ديال البيض وايضا كيتغير اللون ديالو يعني كيولي عنده لون ابيض. غادي نطرب مزيان ضروري كنطلعوا البيض والسكر مزيان في المرحله الاولى حتى كنوصلوا لهاد النتيجه هذه يعني القوام كيولي عندنا كريمي واللون ديال الخليط فاتح بهذا الشكل صافي. في هذه الاثناء غادي نضيف الزيت. القياس ديال الزيت ايضا 12 ملعقه القياس بملعقه كبيره ديال الحساء يعني المكونات كاملين غادي ندير منهم 12 ملعقه صافي. هنا غادي نطرب الزيت مع الخليط يعني مع البيض والسكر حتى كينسجم الزيت معهم. ثم غادي نضيف هنا 12 ملعقه ديال اللبن
هذا ماشي حليب وانما اللبن. سبق لي حضرتها معكم بالحليب، هذه المره نحضرها معكم باللبن، كتجي رائعه جدا، كتجي خفيفه باللبن. وحتى هو خديت منه 12 ملعقه بقياس ديال الملعقه الكبيره ديال الحساء. واللبن ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ. صافي هنا كنخلط اللبن مع باقي الخليط حتى كيوليو عندي هاد الفقاعات هادو في الوجه. صافي غادي نستغنى على الطراب الكهربائي. وعندي هنايا الدقيق. بالنسبه للنواشف خصنا يكون عندنا 12 ملعقه ديال الدقيق، وبما انني غادي نديرها بالكاكاو فدرت 10 ديال الملاعق ديال الدقيق وجوج الملاعق ديال الكاكاو، يعني كملت 12 ملعقه من النواشف. هاد الكاس هذا بالنسبه للدقيق كنعبروه هكذا بملعقه اللي كيكون بومبي بهذا الشكل هذا، يعني ما كنديروش ملعقه ممسوحه وانما ملعقه تكون بومبي، على عكس السكر اللي درنا ملعقه ممسوحه. صافي هنا هاد الكاس عندي فيه 4 ديال الملاعق، يعني هز لي 4 الملاعق، والكاس الاخر اللي عامر هز لي 6 ديال الملاعق، يعني كل كاس كيهز 6 د الملاعق. صافي هنا درت هاد 4 الملاعق مع 2 الملاعق ديال الكاكاو وغربلتهم بطبيعه الحال. ثم غادي نمزج الدقيق والكاكاو مع الخليط بالفوي. عاد غادي نضيف الكاس الثاني اللي فيه 6 ديال الملاعق. كيف قلت لكم المجموع ما بين الكاكاو والدقيق 12 ملعقه. نعاود معكم 10 ديال الملاعق بومبي ديال الدقيق وملعقتين ديال الكاكاو. في حاله درتوها بالفانيلا كيف سبق لي حضرتها معكم غادي ديروا 12 ملعقه كاملين دقيق. صافي هنا غادي نضيف هاد 6 الملاعق الثانيين، وكنأكد ان الملاعق يكونوا بومبي. صافي هنا غادي نضيف 2 الاكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس كيوزن 8 غرام، المجموع ديالهم 16 غرام. صافي وغادي نغربلهم هما الاخرين، يعني النواشف ضروري كنغربلوهم. وغادي نخلط الدقيق مع باقي الخليط حتى كينسجم الخليط، ما كيبقاوش فيه التكتلات ديال الدقيق. ما كنبالغوش في الخلط، بمجرد ما كيبان لنا ان الدقيق مبقاوش التكتلات ديالو كنتوقفوا على الخلط. هنا ضفت ملعقه كبيره ديال الخل، يعني في اخر مرحله كنضيف ملعقه كبيره ديال الخل. صافي وغادي نخلط. وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، كيكون بهذا الشكل كيف غادي نوريكم. القوام ديال الخليط كيكون بهذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نجيب الصفيحه اللي كنت دايراها في المجمد وغادي نفرغ فيها الخليط. وفي هذا الاثناء انا مشعله الفران كيسخن، وكندخلوا الصفيحه. الكيك كطيب على نار ما بين 170 حتى 180، نار من الاسفل حتى كطيب الكيك. عاد كنشعلوا لها الفوق باش كتنشف من الوجه. هنا كنحاول نقاد المستوى ديال الخليط في الصفيحه باش كيجينا الكيك بمستوى واحد. وكندير هاد العمليه هذه بكيرطون باش الكيك ديالنا كيجي في مستوى واحد. صافي غادي نكمل هاد العمليه وغادي ندخل الكيك الفرن ونتلاقاو من بعد ما غادي طيب. من بعد ما طابت الكيك وهي مازال سخونه، جبت هنا نصف كاس ديال الحليب، حليب عادي بدرجه حراره المطبخ. ممكن طيبوه وتخليوه يبرد عاد تسقيو به الكيك. انا استعملته هكذا بلا ما نطيبو يعني خضر. صافي غادي نسقي به الكيك، نصف كاس كامل راه كافي باش نسقيو الكيك. صافي غادي نسقيها مزيان وغادي نخليها على جنب حتى غادي تشرب مزيان. نمشيو نحضروا الصلصه ديال الكراميل. غادي نحتاج فيها كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات. كنحاول نوزع السكر مزيان على مقله اللي تكون ثقيله، وغادي نديرو على نار مهيله بزاف يعني بحال الشمعه. وهنا في واحد الاناء غادي نجيب كاس ديال الحليب اللي غادي نضيف ليه معلقه كبيره عامره مزيان ديال نشا الذره او المايزينا. غادي ندوب هاد المايزينا هذه في هذا الحليب هذا. غادي نحتاجوه في الصلصه ديال الكراميل، يعني كنوجدو على جنب ونحطو. غادي نضيف لهاد الحليب والنشا او المايزينا غادي نضيف عليهم كيس من السكر فانيلا. صافي غادي نخلط مزيان نخلي هاد الحليب على جنب. وغادي نرجعوا للكراميل ديالنا من بعد ما كيبدا يذوب، ما كنحركوه ما والو حتى كيبدا كيذوب بهذا الشكل. عاد كنبداو نحركو فيه وكنأكد ان المقله تكون ثقيله باش الكراميل ما يتحرقش والنار كتكون مهيله. الا كان المقله خفيفه شويه فديروا ديك الحديده اللي كديروا للطاجين ديروها تحت من المقله. هنا من بعد ما داب السكر مزيان يعني ولا عندي سائل بحال العسل، ضفت كاس ديال الماء مغلي وكنبدا كنحرك. واخا تشوفوا انه بدا كيتجمع بهذا الشكل، استمروا في التحريك حتى كيذوب داك الكراميل كامل مزيان.
صافي من بعد ما داب ولا عندي الخليط سائل، كنضيف داك الخليط ديال الحليب والنشا والسكر فانيلا، وغادي نستمر في التحريك. وكنضيف واحد القبيصه ديال الملح ضروريه باش الكراميل ديالنا كيجي المذاق ديالو زوين. صافي هنا من بعد ما كيبدا كيعقد الكراميل اولا صلصه الكراميل، كنضيف هنا معلقه كبيره ديال الزبده ديال الاكل، كندوبها في هاد الصلصه وكنستمر في التحريك حتى كتبدا كتقال بهذا الشكل هذا. غادي نضيف هنا علبه ديال الياغورت طبيعي بدون سكر. فهاد الياغورت كيخلي الكريمه ديالنا كتجي كريميه ولذيذه بزاف. صافي غادي نخلط مزيان وحتى كيبان لي انه هكذا تقال اولا تقالت الصلصه. عاد غادي نضيف الشوكولاته السوداء وايضا شوكولاته بيضاء. عندي 5 ديال القطع ديال الشوكولاته السوداء و5 د القطع ديال الشوكولاته البيضاء. صافي من بعد ما غادي تذوب الشوكولاته السوداء غادي نضيف البيضاء. انا ضفتهم بجوج مخلطين، علاش؟ باش ما نحصلش على داك اللون الاسود غامق. الا بغيتو هكذا الصلصه ديال الكراميل تجيب اللون ديال الشوكولاته، يعني تجي مغلوقه اللون ديالها بزاف، ديروا غير الشوكولاته السوداء. صافي هنا من بعد ما كتبدا هنا ضفت الشوكولاته البيضاء كيف شفتوا معايا 5 ديال القطع وذوبتها. صافي من بعد ما كيبدا عندي الخليط كيدير هاد الفقاعات هادو كيولي ثقيل بهذا الشكل كيف كتشوفوا الصلصه ثقيله. في هذا الاثناء صافي كنجيب 125 غرام ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني. انا خديته من عند مول الزريعه، يعني الكاوكاو اللي كيكون هكذا مالح. هكذا زولت ليه القشره ديالو، واخا بقاو شي حبات هكذا بالقشره ولكن معليش. صافي وضفتو على الصلصه ديال الكراميل. صافي وكنخلط وكنطفي النار، يعني مباشره من بعد ما كنضيف الكاوكاو كنطفي النار. وهذه هي الصلصه ديالنا واجده. صدقوني هذه الصلصه راه كتجي لذيذه من الذ الصلصات ديال الكراميل اللي ممكن تحضروهم. صافي هنا جبت الكيك من بعد ما تشربات مزيان داك الحليب ونشفات هكذا من الوجه. صافي كنفرغ فوق منها الصلصه ديال الكراميل اولا الصلصه ديال سنيكرز، يعني كتجي واحد الصلصه لذيذه بزاف، متاكده غادي تعجبكم، خاصه من بعد ما ضفنا ليها الياغورت ولا الشوكولاته، يعني عطاوها واحد المذاق زوين بزاف. صافي هنا غادي نحاول نقاد الوجه ديال الصلصه على الكيك، يعني كنحاول نوزعها مزيان. غادي نقاد السطح ديال الصلصه ديال الكراميل وغادي نخلي الكيك جانبا اولا حتى كيبرد هكذا ولا كيدفى، عاد كنديرو في الثلاجه باش كيبرد، وغادي نقدمو ان شاء الله ونقطعو معكم. ما غاديش نخليه يبرد بزاف صراحه، يعني غير هكذا بدا كيشد راسو، يعني ما خليتوش حتى برد مزيان. ممكن نتوما تخليوه يبات ليله كامله اولا تخليوه يعني واحد ساعتين اولا 3 سوايع في الثلاجه. هنا صافي هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا بعد ما خرجتها من الثلاجه. يعني خليتها هكذا واحد نصف ساعه يعني باش ما تبقاش سخونه، وغادي نقطعها معكم. صراحه كتجي رائعه جدا. كيك سنيكرز من الذ لي كيك اللي ممكن تحضروهم، وايضا كتجي اقتصاديه. يعني حاولت نعطيكم مكونات اقتصاديين سواء في الكيك اولا الصلصه. يعني كيك 12 بالعقا درناه هاد المره بشوكولاته او بالكراميل. كتجي لذيذه بزاف. انا غادي نقطعها معكم وشوفوا ما شاء الله الكريمه كتجي كريميه بزاف ولذيذه، وايضا الكيك كتجي خفيفه اسفنجيه. متاكده غادي تولي معتمده عندكم وغادي تعجبكم وغتعجب وليداتكم. وبالنسبه لهاد الصوص ديال الكراميل اللي درنا من الفوق راه ما كتجيش حلوه بزاف، يعني من بعد ما كنضيفوا دوك الاضافات ديال الحليب والماء وداكشي ما كتجيش الحلوه بزاف. وحتى ممكن ايضا تنقصوا حتى الكميه ديال السكر في الكيك، يعني اللي كيبغي ينقص الحلاوه ممكن نقصوا الكميه ديال السكر في الداخل ديال الكيك. وبالنسبه للقطع انا قطعت قطع كبارين، ممكن تقطعوا صغر من هذا الحجم راه كتخرج يعني كميه كبيره. لان الصفيحه عندنا كبيره. هنا غادي نهز معكم قطعه هكذا ونوريها لكم كيف كتجي من الداخل، وغادي ايضا نقطع معكم حتى بالفورشيت باش تشوفوا القوام ديال الصلصه ديالنا، وايضا حتى القوام ديال الكيك، يعني كيف كتجي كيك اسفنجيه والكريمه كريميه بزاف. متاكده غادي تعجبكم بزاف وغادي تولي معتمده عندكم ان شاء الله. صافي دابا غادي نحطها معكم في طبق ونقطع معكم ايضا بالفورشيت باش تشوفوا كيف كتجي، ونخليكم مع الصور النهائيه. وكان هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من الداخل، والكريمه كتجي كريميه بهذا الشكل هذا وكتجي لذيذه بزاف. اذا احبائي نمر مباشره لتحضير الوصفه المواليه. بسم الله. غادي نبدا معكم طريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. انا عندي كاس اقل اسبوع ديال الحليب، حليب دافئ قياس بكاس العنبه. والقياس بالغرامات هي 150 مليلتر. غادي نحتاج هنايا بياض بيضه، خديت بيضه غناخذ منها البياض نديرو في العجين، والصفار غادي نخليه للدهن. وعندي هنايا ربع كاس ديال زيت المائده قياسات بكاس العنبه.
ثم غادي نضيف كيس من السكر فانيلا للتنسيم، ثم غادي نضيف نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو الخميرة ديال الخبز، ثم غادي نضيف هنا 2 الملاعق كبارين عامرين مزيان ديال السكر سنيدة أو سكر حبيبات ورشة ديال الملح. غادي نمزج المكونات كاملين مزيان بطراب يدوي أو بملعقة خشبية اللي متوفر حتى كتذوب ديك الخميرة والسكر في الحليب. وكنأكد أن الحليب ما يكونش سخون بزاف، يكون فقط دافئ شوية. صافي من بعد ما كنخلطوا المكونات مزيان وكنتأكدوا أن الخميرة دابت هي والسكر، غادي نبدا نضيف الإضافات الأخرى. بالنسبة دابا نستغنى على الطراب وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. الدقيق منخول بطبيعة الحال والدقيق نوعية جيدة. فبالنسبة للكمية ديال الدقيق اللي غادي ندخل بالضبط هي 3 ديال الكؤوس وربع، ما يعادل بالغرامات 325 غرام بالضبط. ما كنضيفوش دفعة واحدة، كنبقاو نضيفوه على دفعات وحنا كنخلطوا بهذا الشكل هذا، اولا كنحاولوا ندخلوا الدقيق مزيان في المكونات باش ما كيبقاوش دوك التكتلات ديال الدقيق اولا يتكون لنا الدقيق في الخليط. من بعد ما كنتاكدوا ان الدقيق دخل مزيان كنبقاو نضيفوه بالتدريج، كل مره كنضيفوا شويه من داك 325 غرام، ما يعادل 3 الكؤوس وربع، كؤوس ممسوحين والقياسات بكأس العنبة دائما. في العجين مخصناش نقصحوها بزاف، خصها تبقى رطبه وكتلتصق. بالنسبه للقوام غنوريه لكم في الاخير كيفاش خصو يكون. انا عطيتكم المقادير مضبوطين ولكن غادي نوريكم ايضا القوام، لان بطبيعه الحال النوعيه ديال الدقيق راه كتختلف وايضا الحجم ديال البيض راه كيختلف. كنحاول ندخل الدقيق مزيان بهذا الشكل هذا، ما كندلكوش العجين ولا شي حاجه، فقط كنحاولوا ندخلوا الدقيق حتى كنتاكدوا انه ما كاينش تكتلات ديال الدقيق فقط. نحيد البقايا ديال العجين من يدي نغسلها ونوريكم القوام ديالها، لان اليد كتكون فيها العجين كتكون كتلتصق بزاف، يعني ما كتبانش القوام ديال العجين مزيان. غنحاول نمشي نغسل البقايا اللي ملتصقين في يدي وغنوريكم القوام كيكون بهذا الشكل هذا. لاحظوا انا كتكون كتلتصق غير شويه ماشي بزاف. صافي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نغطي عليها بسلوفان نخليها حتى كتختمر وكيضاعف الحجم ديالها. فانا كندير واحد لاستيوس باش كتختمر لي بسرعه. كندفي الفرن غير واحد شويه ماشي بزاف غير شويه صافي، وكنطفيه وكندخل ليه هاد لوبول هذا، والعجين دغيا كتختمر كتضاعف الحجم ديالها. في الاثناء اللي العجين كتختمر غادي نحضروا هاد الخلطه هذه اللي غادي نزينوا بها. هنا عندي ملعقه صغيره من الزبده لينه وجوج الملاعق كبارين ديال السكر حبيبات وجوج الملاعق كبارين ديال الدقيق. نعاود معكم المقادير: ملعقه صغيره من الزبده، جوج الملاعق كبار سكر حبيبات، جوج الملاعق كبار دقيق ابيض. صافي وكنحاول ندخل ديك الزبده مع هاد المكونات مزيان حتى كنحصلوا على هاد الخليط بهذا الشكل هذا بحال الشكل ديال الكسكسو. صافي غنخليها جانبا وغادي نمروا العجين بعد ما غادي تختمر كيضاعف الحجم ديالها وكتولي بهذا الشكل هذا. فغادي نديكازيها، كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت قبل ما نديكازيو العجين باش ما تلتصقش لينا في يدينا. صافي نحطوها في سطح العمل باش غادي نقطعوها لقطع. فبالنسبه لي انا غادي نقطع 6 ديال القطع، ممكن ديروا اصغر من هذا الحجم فكيجيو 6 القطع كبارين يعني بحجم كبير، وانتم لكم الاختيار ممكن ديروهم كبار بهذا الشكل هذا كيجيو رائعين ايضا، وممكن ديرهم اصغر من هذا الشكل يعني ديروا عدد اكبر من هذا العدد اللي درت دابا. صافي غنحاول نشكل العجين ديالي الكويرات بحيث ان الملمس ديال الكويره يكون مقاد. صافي وكنحطها جانبا. غادي نستمر على نفس الكيفيه حتى غادي نشكل الكويرات كاملين اللي عندي. كيف قلت لكم خرج 6 ديال الكويرات، وغادي تشوفوا الشكل ديالهم في الاخير كيتضاعف وكيجيو كبارين لانه مازال غادي يختمروا. صافي من بعد ما كملت التشكيل ديالهم
غادي نحطهم في صفيحه ديال الفرن اللي مفرش عليها ورق زبده اولا فقط دهنوها بالزيت، وغادي نخليهم يختمروا بنفس الطريقه باش خليت اختمرت العجين الاولى. يعني كندفي الفرن واحد شويه وكنخليهم كيختمروا في فرن دافئ، غير دافئ غير شويه ماشي سخون باش ما تقطعش لينا العجين. هنا غادي نجيب هاد الكاس هذا كندير القاعده ديالو في شويه ديال الزيت، وغادي نشكل به هاد الحفره هذه في الوسط ديال البريوش. ممكن ديروا اي اداه عندكم، المهم ان ديروا هاد الحفره هكا في هاد الوسط في الوسط. بغيتو ديروا حفره اكبر من هكا ممكن ديروا كاس كبير، ولكن هكذا حفره صغيره يعني كتجي افضل. وفي كل مره كنعاود ندير الكاس الزيت نشكل بها هاد الحفار في الوسط. هاد العمليه درتها حتى اختمروا الكويرات او اختمر البريوش. هنا في هاد المرحله تقطع لي الفيديو. هنا خديت صفار بيضه اللي بقى لي من الخليط، ضفت لها قطرات ديال الخل وشويه ديال الحليب صافي. وكنبدا كندهن في البريوش ديالي، ولكن كندهنو غير بشويه، ما كنوركوش عليه، يعني كندهنو برفق باش ما كنخرجوش داك الهواء اللي في العجين. يعني كنأكد على المساله هذه، دهنوه غير بشويه باش ما تخرجوش الهواء اللي في البريوش، وبالتالي غيجيكم هكذا الشكل ديالو مزوينش وغادي يخسر لكم. صافي هنا من بعد ما دهنت البريوش بصفار البيض، غادي نرش هذيك الطبقه في من الفوق، ديك الطبقه اللي زينا اللي حضرنا عفوا في الاول بالزبده والسكر والدقيق. صافي كنرش هكذا الوجه مزيان. ثم كنجيب المربى ديال المشمش وكندير هكذا، كنعمر دوك الحفر اللي شكلنا في بديك الكاس، كنعمرهم بالمربى. ممكن ديروا مربى ديال المشمش اولا ديروا مربى ديال الفريز اولا اي مربى نتوما كتفضلوه، ولكن انا فضلت المشمش يعني كيجي المذاق ديالو زوين. صافي كنحاول نملأ دوك الحفيرات كاملين. وبالنسبه للطريقه ديال الطهي، بحال الطريقه ديال الطهي ديال البريوش العادي، يعني كنسخنوا الفرن مزيان. من بعد ما كيسخن الفرن كنخليو النار غير من الاسفل ديال الصفيحه، يعني النار كتكون فقط من الاسفل حتى كيطيبوا وكيشدوا راسهم كيتحمروا من الاسفل، عاد كنشعلوا عليهم الفوق باش كيتحمروا. النار كتكون متوسطه. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو بهذا الشكل هذا. فقط كنأكد على واحد المساله، ان المربى اللي غديروه ديروا نوعيه جيده باش كيجي المذاق زوين، يعني ما كيكونش المذاق ديالو باسل، خصو يكون مربى نوعيه ديالو جيده. انا استعملت المربى ديال الحلويات، ولكن المذاق ديالو رائع جدا. يعني دائما اختاروا نوعيه جيده في المكونات اللي كتحضروا بهم الوصفه باش تحصلوا على نتيجه رائعه. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين بزاف صراحه. المنظر ديالهم زوين بزاف والمذاق ما نعاودش لكم. كيخرجوا لنا هكا هذا العدد هذا، ولكن راه كبار بزاف. يعني الا بغيتوا ديروا اصغر من هذا العدد من هذا القطع هادو يخرجوا لكم عدد كبير. يعني وصفه اقتصاديه سريعه 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 بزاف، يعني كتحضر في وقت سريع. خاصه الطريقه ديال التخمير اللي وريتكم انه كنخمرها في الفرن دافئ، يعني ما كتاخذش وقت طويل دغيا كتختمر، والنتيجه رائعه جدا. يعني شي حاجه اللي كتحمر الوجه لضيافكم او لوليداتكم. انا نحل معكم ضروري باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي ما شاء الله مهويه من الداخل، وكيجيو هكذا قطنيين، كيجيو اسفنجيين بهذا الشكل هذا. شوفوا القوام ديالهم من الداخل كيجيو رائعين بزاف. بالنسبه لي انا رزت المربى في الاخير، يعني من بعد ما طابوا باش هكا تكون الكميه ديال المربى كثيره. نتوما لكم الاختيار، ممكن تكتفوا فقط بالكميه اللي درنا في الاول. اذا احبائي كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تنال الاستحسان ديالكم، كنتمنى تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم اسفل الفيديو. الى عجبتكم الوصفه وصلوا لاكبر عدد من اللايكات وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. كنضرب لكم موعد جديد في فيديو جديد وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.